مقلوبة الدجاج أكلة إلها شعبيتها واللي بحبوها كتار. تعالوا نعملها. الأساس في المقلوبة هم الثلاث أنواع من الخضار، الزهرة والباذنجان والبطاطا، أي نوع ما بتحبوه شيلوه من الطبخة. بالنسبة للزهرة بقطعها قطع كبيرة وبعدين بحطها بطنجرة فيها مية مغلية، بحط عليها معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الكمون المطحون وبنقلها على الغاز لحتى تغلي 4 دقايق وبس. بعدين بغسلها في المية الباردة وبصفيها كتير منيح من المي لحتى أقليها. والباذنجان بقطعه بالطول بسماكة 1 سنتي وبرش على الباذنجان ملح من كل جهة لحتى ينزل المرار اللي فيه وكمان ما يشرب معانا زيت لما نقليه. بعد هيك بنمسحه بنشفه عشان نقليه. والبطاطا بنقطعها بشكل دائري بسماكة 1 سنتي، بنغسلها وبنصفيها من المي وبنقليها. والقلي راح يكون على زيت ساخن وغزير لحتى ياخد معانا اللون الذهبي. بشيلهم على جنب بتركهم لحتى يصفوا الزيت وبنفوت على الطبخة. قبل ما ابلش بالدجاج بحط شوية زيت نباتي وهو بارد بنزل عليه اللوز، بتركهم على النار الهادية لحتى ينقل معي اللوز، بشيله على جنب بصفيه وبنخليه لنهاية الطبخة عشان زين فيه المقلوبة من فوق. هاي الطريقة رح تعطيكم طعم كتير مميز للمقلوبة. بعد هيك بشيل اللوز وبعلي النار وبنزل الدجاج أول شي من جهة الجلد. لما ياخد معي اللون الذهبي بقلبه على جهة العظم. لما يتغير لون الدجاج بنضيف عليه مي مغلية سخنة والمي لازم تكون فوق الدجاج وبنستنى لحتى يغلى معانا على النار العالية. وبعدين لما يطلع هاي الرغوة بنقشطها وبنرميها. بننظف مرقة الدجاج كتير منيح عشان نضيف إضافاتنا. فبنضيف بصل كبيرة مقطع رباع وبهارات كاملة، عود قرفة وهيل وورق الغار، بالإضافة للبهارات المطحونة. ومعروف المقلوبة بدها بهارات كتير فرح تلاقوا كل البهارات مكتوبة. بعد هيك بنسكر على الدجاج وبنستناه ليستوي تماما. وبعد ما يستوي انتوا قدام خيارين، يا اما بتحطوا الدجاج بين طبقات الرز وبتتركوا الدجاج جوا الطنجرة مع المقلوبة، او مثل ما انا عاملة هون. انا بفضل صراحة اني اشيل الدجاج واعمل طبقات الخضرة مع الرز لحالها بالطنجرة واشوي الدجاج من الجهتين. فبجهز خلطة للدجاج عشان ادهن فيها الدجاج من الوجهين، بس لانه الدجاج بكون اخذ معي لون شوي غامق بسبب وجود البهارات. فبضيف معلقتين من رب البندورة، عليهم معلقتين من الزيت النباتي ورشة ملح وعصير نص حبة ليمونة. برش على الدجاج من فوق فلفل اسود وقرفة وبشغل الشواية عليهم من فوق بالفرن وبحمرهم. وهلا قبل ما ارتب طبقات المقلوبة بدي اعمل هاي الخطوة رح تعطيكم طعم بجنن. على شوية زيت نباتي والنار عالية اقلوا حبتين من البصل مقطعينهم شرحات، ضيفوا لها رشة من الفلفل الاسود ورشة من جوز الطيب. لما يصير لون البصل ذهبي بنزل عليهم حبتين من البندورة وبقليهم لحتى قشرة البندورة تاخد معي لون. وهيك هلا بيكون كل شيء جاهز عشان نطبق اكلتنا. وما تنسوا انه احنا رح نكون ناقعين الرز ومصفينه من المي. عندي هون رز حبة قصيرة، واذا حابين انكم تخلطوا نوعين من الرز كمان بصير، تقدروا تخلطوا الحبة الطويلة مع الحبة القصيرة. بس انا عندي هون تقريبا 3 كاسات حبة قصيرة، نقعتهم وصفيتهم من المي وضفت عليهم الملح والبهارات. والبهارات هي نفس البهارات اللي انا ضفتها على الدجاج، بس ضروري انه الرز يتبخر ونتاكد انه البهار غلف كل حبات الرز. وزعت البهار على الرز بايدي كتير منيح. بعدين بلشت ارتب طبقات المقلوبة. اول شي بدي اخذ طنجرة إلها مساحة وتكون ما بتلزق. ولو كنتم فاكرين تتركوها على النار فترة كتير طويلة لانه ممكن تاخذ معكم 45 دقيقة، فحطوا ورق الزبدة في القاعدة للاحتياط. بدأت أرتب الباذنجان على داير الطنجرة. رح نرتب كل الخضروات بشكل دائري. فبنبلش بالباذنجان وفوقها بشكل دائري رح أرتب البندورة مع البصل اللي قليناهم آخر شيء. وبنص الطنجرة بنرش شوي من الرز اللي بهرناه وبنحط البطاطا بشكل دائري. وبالنص رح نحط الزهرة وبنحط البطاطا اللي ضلت فوق الزهرة وبنوزع الرز جوا الطنجرة. بعدين بضيف المرقة اللي سلقنا فيها الدجاج وصفيناها بارتفاع 1.5 سنتي إلى 2 سنتي فوق الرز. بعدين بتني أطراف الباذنجان وبثبت شكله بصحن وباخد الطنجرة على أعلى نار عندي وبستنى المي توصل لعند مستوى الرز تقريبا. بعدين بشيل الصحن بسكر على الطنجرة وبحطها على أصغر نار عندي على نار كتير هادية. 45 دقيقة تقريبا بتكون جاهزة معاكم. وتعالوا أحكي لكم عن أطيب سلطة لو جربتوها مستحيل تاكلوا المقلوبة من اليوم وطالع بدونها. رح أكتب لكم مقاديرها بس برضو كمان رح أحكي لكم كيف عملتها. حطيت طحينة سائلة، فرشت عليها توم وعصير ليمون وملح، بعدين خففتها باللبن، بعدين خففتها تدريجي بالمي شوي شوي. قطعت عليها بندورة وحطيت لها البقدونس المفروم وعلى الوجه رشة من النعناع الناشف. نقلب المقلوبة بنحط على وجهها الدجاج واللوز اللي قليناه وجنبيها هاي السلطة وانبسطوا بأطيب طعم مقلوبة مع هيك سلطة. بتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو. لا تنسوني من اللايك ومن آرائكم. صحة وألف عافية وشكرا.